يا هلا وغلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار دي النهارده هيكون عن مشترياتي الشهرين اللي فاتوا كده، معظمها حاجات جديده عليا. فلو متحمسين للفيديو تابعوا على الفيديو للاخر. اوريكم بقى الحاجات اللي انا جبتها. اول حاجه جبت طلبيه من بارك فيل، هي جايه في كرتونه كده. الباكجينج الصراحه بتاعها كان حلو. جبت ايه من بارك فيل؟ جبت الحاجات بتاعت جلامي لاب، المجموعه بتاعت جلامي لاب هوريها لكم دلوقتي. جبت الاتنين دول من جلامي لاب، كريم التفتيح ومعاه فوطة وش هدية وكريم الترطيب. جاي في العلبة دي كده، هو اصلا بيتباع كده لوحده، بس لما اشتريته اونلاين كان فيه كده، كان فيه سبيشال اوفر ان هو معاه فوطة الوش دي عليها كلمة جلامي لاب، يعني فوطة للوش. ده شكلها حلوة لطيفة. وده الكريم اللي هو الوايتنينج. جلامي لاب دول شركة مصرية، بارك فيل طبعا مصرية، تكنولوجيا سويسرية. اوكي، باكجينج عجبني جدا، اللي هو الباكجينج اللي يعني المنتج بيطلع لفوق كده، اللي هو مسحوب منه الهواء يعني، فعمره ما عمر المنتج من جوه ما هيبوظ. لازونه كافيار والفا اربيوتين، ده بيساعد في التفتيح، وهيرونيك اسيد ترطيب، وكمان في SPF 30. فهو صراحة يعني منتج كده متكامل، ترطيبه حلو جدا. انا بستخدمه اهو بقالي يعتبر شهر. ترطيبه حلو قوي قوي، ينفع تستخدميه بالنهار عشان هو فيه SPF 30. بيناسب كل انواع البشرة. عجبني جدا، سعره كان 200 وحاجة، فده سعر حلو جدا على منتج بالجودة دي الصراحة. اما بالنسبة لكريم التفتيح، الكريم الترطيب اللي هو ده شكله اسمه هايدرا انتنس، انا بصراحة قفلته برشمته علشان يعني معايا تقريبا كريمين او 3 مفتوحين، فعايزه اخلصهم. يعني حاليا لسه بستخدم بتاع فارماسيريز، وفتحه بتاع لوريال لسه مخلص بستخدمه بالليل، ومعايا واحد تاني بتاع زبادي شوب. الكريمات دي لما بتتفتح لازم ناخد بالنا من الاكسباير ديت، والاكسباير ديت هو 2. في اكسباير ديت اللي هو تاريخ المنتج محطوط على الرف، بنسميه شيلف لايف، اللي هو بيبقى مكتوب هنا اللي هو تاريخ الانتاج والانتهاء. لكن الاكسباير ديت اللي يهمك انت بقى كمستهلك، اللي هو بيبقى العلامه اللي بعد الفتح. انا مش لاقيها هنا في المنتج ده، بس بتبقى فيه مثلا كده علامه بعد الفتح بتقولك ان المنتج اهي. ده مثلا مش عارفه طبعا ممكن ما تبانش هنا. ده كده 12 شهر، 12 شهر من بعد الفتح. يعني ده لما تفتحيه بعد سنة بيبقى اكسباير، حتى لو او مفعوله بيقل جدا جدا، حتى لو هو لسه ما اكسبايرش في الشيلف لايف اللي هو بيبقى مكتوب على الازازة نفسها. فدي كده معلومة على السريع. بالنسبة للكريم ده، فانا جبته برضو بناء على ريفيوهات وعلى الناس اتكلمت عنه، يعني كل الناس شكرت فيه كده، فانا قلت احسن يكون الموضوع موضوع دعايه بس. لكن لما جربت ده لقيت لا لا لا، الموضوع حلو جدا يا جماعه، بجد المنتجات دي حلوه جدا. وانا شارياها على فكره، يعني دافعه فلوس وكده، فحبيت ان انا اوريكم المجموعه دي. اللي متابعني على الانستجرام عارف ان انا جبت من نون، جبت الروج بتاع ميبلين اللي هو ده شكله فينايل انك. اول ما نزل مصر بتاع ميبلين، اول ما نزل مصر اشتريته من على نون على طول. الدرجة اللي جبتها 35 تشيكي، ده اسمها. هو روج زي ميبلين سوبر ستاي كده، بس هو فيه لمعة، مكتوب ان هو لازم ترجيه. الدرجة اهي هوريها لكم على ايدي. درجة بينك نود كده جميلة، وهو ثابت جدا، وكمان في لمعة كده، فمش بيدي اللوك المط ده. تقريبا سعره كان ب300 وحاجة، يعني ممكن يكون ب370 ب305، مش عارفة بصراحة، لان هنا مكتوب 398 بالشحن يعني. عجبني جدا جدا جدا. وخلاص هو نزل في الستور بقى دلوقتي وموجود على نون عادي، ممكن كمان جبت الماسكارا دي من اكرينال، هي ماسكارا للرموش وللحواجب. مؤخرا كده بقيت بلاحظ ان رموشي وحواجبي بيقعوا، وانا كنت بستخدم النوع ده اللي هو اسمه مايلاش سيرم، وخلاص هو قرب يخلص معايا. مش عارفه هو اسود كده ليه من هنا تقريبا، يعني علشان بيبقى كان فيه في رموشي جزء من الماسكارا او حاجه.
ما لاحظتش معاه بصراحة اي حاجة يعني، فقلت ان انا اجرب حاجة اقوى شوية. الماسكارا دي بتاعت اكرينال تقريبا سعرها 350. بس انا استخدمتها مرة وبعد كده قلت لا خلاص بقى، انا هخلص السيرم ده الاول وبعد كده ابتدي استخدمها هي علشان اركز مع النتيجة بتاعتها. كمان جبت من ايفا مزيل المانيكير ده. انا طبعا ده بستخدمه من زمان جدا، فلما لقيت منه نزل حجم كبير، اخد فتره مقطوع من السوق، فلما لقيت منه حجم كبير قلت لازم اجيبه. ده مزيل مونيكير حلو قوي قوي وريحته حلوه، اللي بالخوخ دي بحبها. فاول ما لقيت منه حجم كبير قلت لازم اجيبه على طول. فلو حد يعني بيحط مونيكير كتير وكده ومحتاج نوع كويس، ايفا سعره حلو جدا، ما بينشفش الضوافر قوي كده. عارفين ساعات بيبقى فيه اسيتون بينشف الضوافر قوي كده، لا ايفا ده حلو. وصلني بقى من كليو المجموعة دي من دول، اللي هو المجموعة بتاعة البشرة المختلطة للدهنية، اللي هم اسمهم كليو كلير. وصلني الغسول والتونر، لسه ان شاء الله هستخدمهم وهقول لكم رأيي فيهم. وكمان وصلني الصن بلوك بتاعهم، وده شكله. الصن بلوك ده جديد، هو بالهيالورونيك اسيد، اسمه كليو صن. وده دراي تاتش، ده للبشرة الدهنية والمختلطة. ده بقى استخدمته، حجمه تقريبا 50 ملي. عجبني جدا جدا جدا، ما بيسيبش وايت كاست وبيحمي بطريقة حلوة. انا استخدمته في الخروج العادي، لسه ما استخدمتوش في مصيف ولسه ما كونتش عنه رأي كامل يعني. فان شاء الله لما استخدمه هو والغسول والتونر هقول لكم رأيي فيهم بكل امان. اشتريت برضو حاجتين للشعر. هما اشتريت الفرشة دي، وده شكلها من جوه. هي معمولة لفك التشابك، شبه الفرش المشهورة دي بتاعت فك التشابك، بس دي بتنفع اكتر للناس اللي شعرها اطول. حلوة جدا لما تسرحي بيها شعرك وهو مبلول بعد الدش على طول. فحبيت اوريها لكم، بصراحة فرقت معايا، لان الفرش التانية دي الصغيرة دي ما كانتش بتنفع معايا خالص يعني. كنت بحس ان هي حتى سطحيه جدا ما بتخشش جوه الشعر. دي مختلفه عنهم، مش فاكره سعرها بكام بصراحه، بس هي مش رخيصه يعني. فلو حد عايز بديل ارخص هتكون الفرش التانية اللي هي الفرش السيليكون، معروفه جدا اسمها فرش فك التشابك. حاجه كمان جبتها هو المشط ده من كانتو. ده شكله وده شكل الورقه بتاعته. انا بوريكم الحاجه في ورقتها عشان يعني تعرفوا شكلها في الماركت. هو كان محطوط كده تمام. المشط ده بقى يعني ميزته ايه؟ ان هو مشط كربوني. بصوا بقى، انا ما بحبش الفرش الخشب ولا الامشاط الخشب، وما لقيتش حاجه يعني كويسه في الامشاط الخشب او نفعت معايا غير المشط بتاع افريكانا ام بي سي، ومش بلاقيه بسهوله. فلقيت كذا حد اتكلم على المشط الكربوني ان هو ما بيعملش الاستاتيكا دي اللي بتحصل او يعني ما بيعملش الكهرباء دي اللي بتحصل ما بين البلاستيك والشعر. فعجبني وقلت ان انا اجيبه. تقريبا سعرهم الاتنين دول كانوا ب180 او 170 حاجه كده. هو طبعا غالي شويه، بس فعلا انا ما بحس ان هو بيعمل اي، عارفين صوت الكهرباء ده اللي ساعات بيحصل في الشعر. المشطين والفرشه عجبوني جدا، وانا بستخدمهم بقالي شهرين تقريبا. عايزه اوريكم بقى اخر حاجتين اللي هما حاجات يعني برفيوم وكده. جبت البادي سبلاش ده من افوفا. اول ما نزلت باللي هو الواكس وكده، بس نزلت مؤخرا لاين او مش مؤخرا يعني، هي ليها كتير الحقيقه، لاين للبادي كير بقى، اللي هو بادي لوشن وبادي سبلاش وكده. فقلت ان انا اجرب الحجم الميني عشان يعني ايه اشوف نفسي. ودي اكتر ريحه انا حسيت ان هي شويه بصراحه. البادي سبلاشز بتاعتهم يعني مش احسن حاجه يعني. عارفين ايفا نزلت بادي سبلاش خلص في تقريبا 3 ايام، خلص من السوق المصري كله في 3 ايام، وكان عظمه بجد. ايه كمان يعني، حتى ميني سو نزل بادي سبلاش شبه بادي سبلاش بتاع باث بادي، وفي روايح عنده حلوه ومظبوطه. لكن افوفا يعني انا بصراحه جبت دي ولقيت ان دي الريحه الوحيده اللي انا قادره استسيغها مع الاسف يعني. هي غالب عليه الكحول بزياده، وفي حاجه مزعجه في الموضوع انا مش عارفه هي ايه الصراحه. طبعا اول مكون هو الكحول، هو عباره عن كحول وميه وجليسرين وبرفيوم ولون يعني. هما الشركه واضحه جدا وصريحه. دي كانت بحاجه و20 جنيه 25 جنيه. فانا قلت ان انا يعني حتى لو ما عجبتنيش
مش مشكله. اخر حاجه بقى حابه اتكلم عنها وهتفلسف فيها شويه، يعني استحملوني الدقيقه دي. البرفان ده من اولمبيا، طبعا ده مش الاوريجينال، وانا اول مره اجيب حاجه يعني ايه مش تعتبر مضروبه. انا ما اقدرش اقول ان ده اوريجينال ولا حتى فيرست كوبي ولا حتى ميرور. الشركه اللي عاملاه شركه اسمها جنة برفيوم، يعني هو اصلا مش تبع باكو ريبان خالص خالص، تمام. وهي البنت وهي بتبيعه، انا اشتريته من معرض كده في المعادي يعني، فالبنت وهي بتبيعه بتقول ان شركه جنة دي واخده توكيل ومش عارفه ايه وبتعمل برفانات اوريجينال والكلام ده كله. وسبحان الله يعني وهي واقفه كده كان رزقها واسع، كانت كل الناس بتاخد منها برفانات. ليه بقى؟ لان هو انا شميت الاولمبيا الاوريجينال، والاولمبيا الاوريجينال يعني اكيد معدي 2000 دلوقتي، تمام. فهو ريحته بجد بجد شبه الاوريجينال بنسبه تطابق 95%. مفيش ريحه غريبه، مفيش ريحه زيت او دهنانه او عارفين انتوا ساعات البرفان اللي مش اوريجينال بتحس ان هو عباره عن كحول، عباره عن ريحه في الاول بعد كده بيبقى مش موجود. بجد ده يعني دي كانت ب75 جنيه، تمام. انا بقالي سنتين نفسي اجيب البرفان الاولمبيا باكو ريبان، بس يعني ايه كل ما احس ان لا خلاص بقى يعني ايه امسكي نفسك شويه او في حاجه تانية اولى او كده. فانا طالعه بتكلم عن ده ليه؟ لان انا يعني اول ما شفته وشميته وحسيت ان هو كويس. انا مش بتكلم عن ده في حد ذاته، انا قلت ليه احرم نفسي من حاجه نفسي فيها بس يعني بأقل الامكانيات، خصوصا مع زياده الاسعار. ففي براندات كتيره الاسعار فيها بقت مجنونه واوفر وما تستاهلش. فبس يعني هي دي الفكره كلها. لو نفسكم في حاجه او في حاجه بقى يعني بهراكوا او كده وعايزين تجربوها، ممكن عندكم حلول كتير، يعني مش لازم تجيبوا الحاجه الاوريجينال، ممكن تجيبوا الميرور، ممكن تجيبوا الفيرست كوبي، ممكن تجيبي مضروب عادي جدا. يعني انت حره في حياتك، ولكن على الاقل يعني نقي حاجه حتى لو هتدفعي فيها فلوس قليله تبقى راضياكي وبسطاكي. فده انا بجد بجد احلى 75 جنيه دفعتهم في برفيوم، يعني احلى من ان انا كنت هعمله تركيب. وعلى فكره لو هعمله تركيب هيعدي 400 جنيه. ما فيش اصلا براند تركيب دلوقتي باقل من 250 300، ده ما بقاش موجود الرقم ده. فبس يعني فانا حبيت ان انا اوريكم المشتريات بتاعتي. يا رب يكون الفيديو كان خفيف على قلوبكم واستفدتوا منه باي معلومه ولو بسيطه. اشوفكم ان شاء الله فيديوهات جايه احلى واحلى. كان معاكم ايه سليمان، دكتوره صيدلانيه. شكرا ليكم، سلام عليكم.